خلاص الجد ابتدى. هنسى بقى يا نجم كل اللي حصل في دور المجموعات، لأننا داخلين على مرحلة جديدة تماما. مرحلة الغلطة فيها بفورة، والخسارة معناها انك بره بطولة افريقيا بشكل رسمي. وعشان كده روي فيتوريا هادي جدا المرة دي، بيفكر صح، هيحاول انه يتلافى اخطاء دور المجموعات بكل الطرق والاشكال. وهنا بقى انا بكلمك على مفاجآت في تشكيل منتخب مصر امام الكونغو الديمقراطية في مباراة حاسمة ل 110 مليون مصري. معركة لمدة 90 دقيقة مش عايزينها تزيد عن كده، عشان بقى نركز في اللي جاي ونروح للسنغال الأقرب للتأهل ومواجهتها في مباراة نص النهائي. طب ايه هي مفاجآت روي فيتوريا في ماتشات النهاردة؟ وهل الإصابات اللي حاصلة في صفوف منتخب مصر هتأثر عليه؟ شير ولايك وسي فيرست، ويلا بينا اقول لكم على المفاجآت اللي هيشهدها تشكيل منتخب مصر خلال مباراة الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات دور ال16 من بطولة افريقيا. حلم النجمة التامنة قريب مش بعيد. في البداية كده وعشان نبقى فاهمين، الإصابات اللي ضربت صفوف منتخب مصر خلال الفترة اللي فاتت هزته بشكل كبير جدا جدا جدا. إنها إصابات مؤثرة للاعيبة مهمين، مش لاعيبة احتياطيين إطلاقا. يعني لما أقول لك إن محمد الشناوي ومحمد صلاح وإمام عاشور ممكن تتخض، صح؟ لا، الكلام ده حقيقي ومش في الحلم. ده كمان ممكن عمر مرموش ما يشاركش في اللقاء بسبب إصابته بنزلة برد شديدة حبتين. فروي فيتوريا ورغم الصعوبة اللي ممكن يواجهها في ماتش النهارده، الا ان في حاجه مهمه جدا فايتاك، ان دي الكونغو الديمقراطيه خصم مش قوي قوي لكنه خصم محترم، ولازم نحط ده في دماغنا. فعشان كده روي فيتوريا هيلعب بشكل عقلاني جدا بدون اي تجويد في التشكيل زي ما حصل في المباريات اللي فاتت. فبسهوله جدا هيبدا بحراسه المرمى بمحمد ابو جبل، خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني، قلبين دفاع محمد عبد المنعم واحمد حجازي اللي بيقدم بطوله قد تكون متوسطه ومن اقل البطولات اللي قدمها في افريقيا. وبعد كده احمد فتوح بسبب انه يهتم بالشق الهجومي عن الشق الدفاعي. هيبقى في ثلاثي خط وسط زي ما اتعودنا، حمدي فتحي، مروان عطيه، واحمد السيد زيزو. ايوه زي ما سمعت. خط الهجوم بقى هيبقى محمود حسن، تريزيجيه، مصطفى محمد، والمفاجأة اللي ممكن تكون للبعض غريبة، عمر مرموش. أيوة، عمر مرموش بيعرف يأدي سواء على الناحية اليمين أو الناحية الشمال، وفي حالة إنه تم شفائه بنسبة 100% من دور البرد اللي أصيب بيه، فأكيد هنشوفه في التشكيل الأساسية لمنتخب مصر. ممكن التشكيل يشهد مفاجآت أكتر وأكبر، لكن ده اللي احنا عرفناه وجبناه من مصادرنا هناك في كوتيفوار. وفي النهاية يا رب اكرم مصر ونرجع بالنجمة التامنة اللي غايبة عننا بقالها كتير. قول يا رب وشجع مصر. وقول لنا برضو في الكومنتات ايه التشكيل اللي نفسك منتخب مصر يبدأ بيه، ومين هو اللاعب اللي تتوقع تألقه خلال مجريات المباراة.